طلاب يا حبايبي دفعه 2024 انا كنت بسجل وكان النهارده امتحان الفيزياء، فحابب اقول كلمتين بالراحه. طبعا كلامي لاولياء الامور، الطلبه دولت مساكين مش واخدين على ضغوط. الجيل ده ما بيتحملش ضغوط، يعني هو ممكن تشوفه قدامك بيضحك اول ما بينضغط بينهار، لا ده جيل طبيعته بقى لنا سنتين نفس المشكله دي كده. الطلبه ديت ثالثه اعدادي واولى ثانوي وثانيه ثانوي وما تحملوش الضغوط دي، فجاه لقى نفسه من الدار النار. الفيزياء طول عمرها ماده ضغوط. وانا في ثانويه عامه، انا لغايه النهارده راجل مدرس بقالي اكتر من 24 سنه والله بحلم بامتحان الفيزياء لغايه النهارده. فهي ماده طبيعتها مع امتحان في نوع من المشاكل، والوزاره هتشوف الدنيا دي مرحله وعدت. انا عاوزك تتعلم ان انت تتجاوز المرحله. ده كلامي النهارده. انا بقى صعبان عليا والدك اللي في البيت ما تزودش الحمل عليه، هو مش عارف يعمل حاجه، هو بيحاول يساعدك بكل ما اوتي، ما تزودهاش وما تخشش في مود الانهيار ده، لا ده ممنوع. انت تبدا تظبط نفسك. 10 درجات راحوا، 10 درجات دول ما كملوش 2.5%. ظبط نفسك وقف على رجليك تاني، عندك مواد تاني، اعمل ريستارت تاني ان انت تقدر تقف على رجليك. وانت فاكر ان انت عاوز تخش طب، عاوز تخش صيدله، هو انت لما تبقى دكتور وما بتقدرش تحمل ضغوط هتشتغل ازاي؟ ما انت هتبقى دكتور ازاي؟ تاخد قرار في ثانيه ازاي؟ انت دي خبرات بالنسبه لك، دي كلها تقدر ان انت تتعامل مع المواقف. تهدى بالله كده، نبدا نعيد شحن البطاريات من الاول. ابدا ظبط نفسك وربنا يعينكم ان شاء الله ويعين اهاليكم عليكم، وخليها ماده وعدت اللي بعده وخلص السنه دي. ما تجيش تقول لي اصل انا هنهار. لا يا باشا، تعب السنه كله مش هيضيع. ايه يعني ايه اللي حصل؟ ده يا باشا اشتغل تاني وشوف مراجعتك في الانجليزي وابدا خش على الكيمياء، وانا مستنيك في الجيولوجيا. وفي مش هتجيلي ولا ايه؟ فيزياء عدت، باي باي فيزياء، هشوف اللي بعده. خليكم جامدين وناشفين كده واجمدوا واتقوا ربنا في اللي في البيت بقى. كفايه عليهم هم على الاخر والله. ما تنهاروش عشان اللي في البيت اولياء الامور معظم منهار، فشدوا حيلكم ربنا يرضيكم ويوفقكم ان شاء الله.